يعني لديكم اهتمام كبير بما ينتجه الأسرى. أعلنتم في مؤتمر في الإشهار عن أدب الأسرى الحديث عن مؤتمر لهؤلاء الأسرى أو لأدب الأسرى. متى سيكون؟ صحيح، نعم. هو كان يجب أن يكون في نهاية العام الفائت في شهر ديسمبر مؤتمر كبير لأدب الأسرى ينظمه الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، لكن تم تأجيل هذا المؤتمر بسبب الأحداث التي عصفت بالمدن الفلسطينية بالضفة. هناك أكثر من 20 بحثا علميا لباحث وباحثة تقدمت للجنة العلمية للوقوف أمامها وتم دراستها، والآن جاري الإعداد بشكل كبير لكي يعقد هذا المؤتمر، وغالبا سيكون في يوم الأسير 17/4 على شرف يوم الأسير الفلسطيني، كي نعبر من خلال هذا المؤتمر عن فضاءات الأسرى التي يكتبون فيها من خلال الأدب. وسيلاقي هذا المؤتمر اهتماما كبيرا في المحافظات الشمالية وفي المحافظات الجنوبية، لأن هناك مشاركات أيضا من باحثين في المحافظات الجنوبية، وقد يعقد في المحافظات الجنوبية في أكثر من مدينة فلسطينية هامة، حتى ننقل الأسرى لكل مكان، وحتى نقول أننا بذلك نستطيع أن نخدم الأسرى، وهذه رسالتنا. لكن لا نكتفي عند هذا الحد، نحن نولي اهتماما كبيرا لإنتاجات الأسرى، ونتولى بالتأكيد طباعتها إن أراد الأسير. وكذلك هناك العشرات من الأسرى باتوا أعضاء في طبيعيين في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، ويعيشون الحياة الأدبية في جسد الاتحاد من خلال ما ينظم لهم من نشاطات خارج الأسر، ومن خلال ما يقدمون لنا نقول أنهم جزء أصيل في هذا الاتحاد، كما هم جزء أصيل في مسيرة هذا الوطن الكبيرة. جميل وجميل جدا.